السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وصفة النهاردة بيعشقها الصغيرين والكبار. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض كوكيز الافران باجمل وابسط طريقة. بناتي حبايبي، ان شاء الله هتشوفي الوصفة وهتعمليه وهتبقي استاذة فيه. بصوا جمال الكوكيز، هنعمله بالفانيليا والشوكولاتة، طالع تحفة. وعلى فكرة أنا دايما بقول لكم أنا مش شيف، أنا ست بيت بسيطة بعمل حاجات على قد الإيد وبتطلع معايا تحفة. مش بقول كلام، الوصفة نجحت معايا بقدمها لكم، لقيتها فاشلة بقول ليه؟ حرام، المقادير مش بالسهل حبايب قلبي. بصوا جمال الكوكيز دايب دوبان. أتمنى تجربوا الوصفة دي، هتعجبكم جدا. والكوكيز غالي في الأفران، وساعات بنجيبه كمان مغلف من السوبر ماركت. يلا بينا نشوف هنعمله ازاي. نبدأ كلامنا بالصلاة على النبي عليه الصلاة وأفضل السلام. هنجيب أول حاجة معانا كوباية من الزبدة. أنا مسيحاها حاجة بسيطة عشان كانت متجمدة معايا في التلاجة. هضيف عليها كوباية من السكر البودرة، وقبل ما تحطي السكر البودرة لازم تنخليه عشان بيبقى فيه تكتلات، عشان ما يبوظش الوصفة معاكي. بنضرب حلو جدا السكر مع الزبدة. ممكن تستبدلي الزبدة بكوباية من السمنة، او نص الكوباية تخليها زيت ونصها سمنة، او نصها زبدة ونصها سمنة، براحتك. بعد ما ندوب السكر مع الزبدة حلو جدا، نضيف بيضاية تكون بدرجة حرارة المطبخ. يعني ما نجيبهاش من التلاجة وندفها على طول، لا، نخرجها من التلاجة قبلها بساعة او ساعتين. وضفت عليهم كيسين فانيليا، بقلب فيهم حلو جدا لغاية ما نلاقي القوام بتاعهم كريمي. في الوقت ده هضيف الدقيق. انا معايا 3 كوبايات من الدقيق، بضيف كوباية كوباية وبقلب بالمعلقة، مش هحط ايدي فيها. دي تاني كوباية، ودي ذرة ملح، ومعايا نص معلقة صغيرة كربونات الصوديوم اللي بنضيفها على عجينة الطعمية، وبتضاف بردك على العرقسوس، بتبقى افضل واحسن في العجينة من البيكنج باودر. انتوا شايفين انا بلم العجينة بالمعلقة، ما حطيتش ايدي فيها. هنزل بكوباية التالتة من الدقيق. لو حد عايز يعمل نص المقادير هنقلل كل حاجة. بدل كوباية السمنة هتبقى نص كوباية، ونص كوباية من السكر، كوباية ونص من الدقيق، والبيضاية هتتحط. خلاص حبايب قلبي، بلم العجينة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طريقة الكوكيز سهلة وبسيطة جدا وما بتاخدش اي وقت. في الوقت ده العجينة اتلمت معايا، بس هتحتاج حاجة بسيطة من الدقيق. انا هاخد من العجينة حاجة بسيطة عشان انا بحب الكوكيز بالفانيليا اكتر من الشوكولاتة. الجزء ده من العجينة هيبقى هو كوكيز الفانيليا. هضيف عليه معلقة كبيرة دقيق. اللي عايز يعمل العجينة كلها شوكولاتة ما يقسمهاش ويحط على العجينة معلقتين من الكاكاو، بس يكونوا ممسوحين، ويلم العجينة بيها. ولو انتوا عايزين الكوكيز فانيليا بس، هنضيف معلقتين دقيق على العجينة ونلم العجينة بيها عشان تتماسك. بنختبر العجينة بالشكل ده. بنكور العجينة، بص مفيهاش اي تشققات وناعمة معانا. خلاص هنركنها على جنب. نيجي بقى نحضر كوكيز الشوكولاتة. لازم ننخل الكاكاو حبايب قلب. دي معلقة ممسوحة من الكاكاو، لان انا عاملة حتة عجينة صغيرة. لو العجينة اكبر من كده زودوا سنة صغيرة الكاكاو. دلوقتي هسيب المعلقة والم كل ده بايدي عشان ادخل الكاكاو في العجينة. طريقته سهلة وبسيطة والله، وما بياخدش اي وقت. حتى التشكيل بتاعه سهل جدا. وبرضك بنختبر العجينة بالشكل ده. لو لقينا العجينة مش متماسكة معانا نزود حاجة بسيطة من الكاكاو. في الوقت ده هنكون محضرين شوكولاتة شيبسي، بتتجاب من اي عطار او اي محل مستلزمات حلويات. بناخد قطعة من العجينة وبنكورها، مش بنبططها، لا بنكورها بس. ودي طريقة سهلة بالنسبة لينا لما بنيجي نحط شوكولاتة في الكوكيز. وهوريكم طريقة تانية اللي احنا كنا دايما بنعملها من زمان.
بس دي بتبقى اسرع واسهل، طريقته سهلة وبسيطة، حتى التشكيل بتاعه ما بياخدش اي وقت. بس حبايبي من التك عليها تكة بسيطة كده بصبعنا عشان الشوكولاتة ترشق في العجينة حبايبي بالشكل ده. وبنحط كل واحدة بعيدة عن التانية عشان بيفرش معانا سنة. ما تتكيش عليها علشان ما تفرش معاكي. على ايه يا وايدة؟ على العجينة حبايبي. بص الطريقة دي اللي احنا من زمان كنا بنعملها، بناخد واحدة واحدة، التانية بتبقى اسهل. ايه الطريقة اللي تعجبك شكلي بيها. تعالوا بقى للتسوية بتاعته. بنولع الفرن على درجة حرارة 200، بنسخن الفرن حلو جدا، وبعد كده بننزل درجة الحرارة على 180، ونحط الصاج في الرف الوسطاني. بعد 10 دقايق بنحرك واحدة كده من الكوكيز، بنبص لقيناها خدت وش من تحت او لون من تحت حبايب قلبي، بنروح طافيين الفرن من تحت ونولع الشواية. هياخد لون بسيط جدا، ما بيتحمرش من فوق حبايب قلبي، خلي بالكم. وعلشان نعرف كوكيز الشوكولاتة استوى ولا لا، بنخلي الصاج نص فانيليا ونص شوكولاتة. خلاص طلع الصاج، والنص صاج اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي حبايبي هندخله على الفرن على طول. دخلنا الفرن خرج بالشكل ده، هو ده اللون المطلوب. والله كمان مرة ايه الكوكيز طالع تحفة تحفة، طعمه خطير وبيدوب في البق، مش شكلي بس يا حبايب قلبي. وزي ما انتوا شايفين ولا مشقق ولا في اي حاجة، مش عشان انا اللي عاملاه حبايبي، لا، وانتوا برضو لما تعملوه هيبقى زي العسل من ايديكم. اتمنى تجربوا الوصفة، واوعوا تنسوا اللايك، واللي مش مشترك في القناة يجبر بخاطري ويشترك فضلا وليس امرا. ده بقى الوصفة اللي يتقال عليها يا تكات وحركات. بصوا جمال الكوكيز، دايب دايب دوب، والف هنا وشفا على اللي كل. كل حاجة سهلة وبسيطة، ليه ما نعملهاش في البيت؟ وكل حاجة بقت غالية نار في الافران وفي كل حتة حبايب قلبي، ربنا يرحمنا برحمته. اسيبكم في رعاية الله.